السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا في الله، يا رب تكونوا بخير وسعادة. اتمنى من حضراتكم المتابعة معانا. حابين نعلق على مباراة السوبر واحداث اللي حصلت فيما بعد. حابين نقول ان النادي الاهلي يعني استطاع ان هو يفوز عادي جدا. انا كنادي اهلي كنت موفق، كنت بهاجم، جبت جونين، الماتش خلص، كسبت، الموضوع انتهى. في اخطاء في النادي الاهلي، لسه في لازال في اخطاء في النادي الاهلي. اما نادي الزمالك فطبعا نادي الزمالك هو عنده طبعا نواقص كتير جدا طبعا، ومحتاج ان هو يدعم صفوفه بلعيبه. وكمان قبل ده وقبل ده محتاج ان هو يحل مشكله المستحقات اللاعبين. اما بعد يعني الكلام يعني كان يخص ال كباتن نادي الزمالك اللي بيطلعوا في شاشات التلفزيون واللي بيعملوا محتوى او حابين بس يعني سكة ان الناس بدأت تعلق على فكرة ان احمد سيد زيزو ما سلمش على حد. يعني هو ملوش علاقة. وانا عايز بس اقول للناس دي لو سمحتوا ركزوا في الجانب الفني. ان كنت انت بتساعد او عايز تساعد ان جمهور نادي الزمالك ينسى ان هو خسر، انا مش شايف فيه مشكلة ان خسارة. وده دوري، يعني بيسموه ايه، دوري بيحصل علينا، دوري في اللعب دورة كاملة. يعني بدل ما اقول دوري هو دورة. يعني ايه دورة؟ يعني حضرتك ممكن تكسب النهاردة، ممكن تخسر بكرة، ممكن تتعادل بعدين، ممكن اكسب بطولة، ممكن اخسر بطولة. هي كده كرة القدم كده. فالعملية دوارة وهتلف عليا وعليك. ممكن تطول معايا شوية بس برضه هتجيلك. انما انا احاول احط شماعه بقى، اقول اصل اسيب الماتش، اسيب الاداء الفني، واقول اصل فلان ما سلمش على فلان. لا، انت لازم تعاقبه. ان انت عايز تشفي غليلك وخلاص، عايز تشفي غليلك في ناس وخلاص. لكن لا بتتكلم فني ولا بتتكلم تحفيز حتى لفرقتك والجمهور. لا يا جدعان، خسرنا يا رجاله، مش مشكله، نكمل يا رجاله، البطوله الجايه ان شاء الله يا رجاله، هنحاول وهننجح يا رجاله. لا، زيزو ما سلمش. هي المشكله بان زيزو ما سلمش، والمشكلة إن في معلق كان السبب في هزيمة نادي الزمالك. الكلام العبيط ده لا هيودينا ولا هيجيبنا ولا هيقدمنا ولا هيأخرنا. عمالين نقول مغرب مش مغرب، انت لا هتوصل للمغرب ولا هتعدي المغرب طول ما احنا بنتكلم بهذا الطريقة. ان شاء الله التوفيق للجميع، واتمنى ان شاء الله التوفيق للزمالك ان يحاول يدعم صفوفه ويحل مشاكله المالية. وان شاء الله اللي جاي احسن، والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله